هلو، كيفكن؟ رجعت لكم بوصفة الكل بيحبها وأنا أولكم، وهي سيخ الشاورما. إذا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة ولايك وشير إذا حبيتوا وصفاتي. وهلأ خلونا نبدأ الفيديو. أنا مسبقا عملت شرائح الدجاج، وهلأ عم أعمل قدامكم تجربة كرمال تعرفوا كيف عملتها. إذا عندكم أي كيس نايلون بتمدوا شريحة الدجاج بهي الطريقة، بتدقوها أكتر من مرة من الوشين لحتى تصير معنا رقيقة بهذا الشكل. طريقة سهلة كتير وما بتاخد منكن وقت، ومثل مو شايفين كيف عملت كمية دجاج كبيرة بوقت كتير قليل. وهي بتكون الكمية الكاملة معنا. وهلأ منضيف 3 معالق كبيرة زيت نباتي. وهلأ بنترك الدجاج على جنب لحتى يتبلغ بالزيت. هون معنا كاسة لبن كبيرة، وهون منضيف للصوص سن توم كبير. منضيف 3 معالق كبيرة ليمون أو حامض على قولة أخواتنا اللبنانية. معنا من البهارات معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، ورشة فلفل، معلقة صغيرة قرفة ناعمة، رشة زنجبيل، ومنحرك لتختلط معنا البهارات منيح. هاي البهارات رح تعطيني نكهة طيبة للشاورما، ويا عيني على النغنغة. وهلأ منجيب الدجاج ومندعكه مع الزيت النباتي، ومنضيف الصوص ومنحرك كتير منيح لحتى الدجاج يتشرب كل الصوص. يا عيني على هالمنظر والريحة الطيبة. وهلأ منضيف 3 معالق صغيرة ملح ومنحرك. وهلأ منغلف الدجاج بنايلون ومندخل الدجاج على البراد لمدة 3 ساعات لحتى يعطيني النكهة المطلوبة. وهلأ بدنا نجهز لسيخ الشاورما. قسمت بصلة لنصين منبعدهن شوي عن بعض. هون عندي 2 عيدان من الخشب مننزلهن بالبصل بهذا الشكل. منبلش مننزل شرائح الدجاج قطعة ورا قطعة. يمكن أنا أول وحدة باليوتيوب تعمل طريقة سيخ شاورما بطريقة سهلة. إذا بتدعموني باللايكات بصير بنزلكم طريقة أكلات ممكن تلاقوها صعبة عليكم. يا سلام، عطوني رأيكم بالتعليقات، حبيتوا الفكرة؟ ومن بعد ما خلصنا رح نضيف فوق السيخ نص بصلة لحتى يمسك معنا السيخ الشاورما. وهلأ مندهن على الشاورما سمنة ليعطيني نكهة كتير طيبة بالشوي. مندخل سيخ الشاورما على فرن حامي لمدة 1.5 ساعة. يا عيني عسيخ الشاورما. هلأ منبلش قشر، هي أحلى مرحلة.
طبعا رح قلكن على السر يلي أنا بعمله دايما لحتى بتطلع معي الشاورما بهي الطيابة. أنا شويت الشاورما نص شوية مشان أكسب طعم الشوي والتقلاية سوا. أنا ما صورت لكم مرحلة التقلاية مشان ما يطول عليكم الفيديو. أكيد رح قلكن كيف قليت الشاورما. الطريقة بسيطة كتير. أنا ما رح ضيف أي نوع من الزيوت أو السمن لأنه دهنتها بالزيت والسمنة مسبقا مثل ما شفتوا بأول الفيديو. بخلي الشاورما تتقلى لأن بعد الشوي رح تفرز شوية مي، بس رح تنشف المي بعدين ويعطيني الدجاج القرمشة المطلوبة. هيك منكون حصلنا على طعم الشوي والتقلاية سوا. شو رأيكم بهالطريقة الحلوة؟ بصوص الدجاج يلي بقي بالمقلاية غمرت خبز الشاورما فيه ليعطيني النكهة الطيبة. مندهن معلقة مايونيز لكل خبزة أو حسب الرغبة. منضيف مخلل خيار مقطع شرائح طولية. منضيف الدجاج منوزعه لكامل رغيف الخبز. ومنضيف محبوبة الجماهير الآنسة البطاطا، قصدي أصابع البطاطا. ورشة صغيرة بقدونس بيعطي طعمة طيبة. في كتير ناس البقدونس بيحطوه لشاورما اللحمة، بس لا غلط، وكمان طيب لشاورما الدجاج، نصيحة مني. وطبعا ما بننسى أهم مكون هو دبس الرمان يلي رح يعطيني طعم خرافي. ورح نبلش نلف سندويشة السعادة ونسخنهن بالصوص يلي قلينا فيه الشاورما. وجبتنا صارت جاهزة مع كاسة لبن لأنه أكيد بيكملوا بعض. عطوني رأيكم بالوصفة إذا عجبتكم أو لا. بتمنى تدعموا قناتي لأنه أنا فيكم بكبر. نلتقى بفيديو جديد ووصفة جديدة. من هون لوقتها تبقوا بخير. سلام.